من نهار جربت هاد الورقه وما بقاوش كيتقطعوا ليا ولا كيتفرقعوا البريوات ديال البطاطا والطون في المقله. غنشارك معكم الورقه اللي استعملت، كيجيو رائعين ولذاذ. غنبداو. كناخذ مقيله كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الزبده وشويه ديال المنسمات. استعملت ورقه سيدنا موسى وشويه ديال الازير. هاد المرحله اختياريه، انا درت شويه ديال فواكه البحر كانوا عندي. نتوما تقدروا تفوتوا هاد المرحله، ديروا غير الطون نيشان، راهم كيجيو لذات في الحالتين. كناخذ شويه ديال الكريفات وشويه ديال هذه السابيه، كنشحرهم شويه في المقيله مع شويه ديال الزبده والزيت كيف شفتوا، وضريس ديال الثومه. ملي كيطيبوا كنطحنهم كيوليو عندي بهذا الشكل هذا. وهنا حاطه المقادير كاملين. عندي الزيتون، الفرomage، الربيع، الهريسه والتوابل. هنايا كنكون خديت 2 بطاطات ولا 3 متوسطين، كنسلقهم وكنمعكهم وهما مازالين سخان. هذا الفخوي دماغ اللي طحنت، يمكن لكم ديروهمش، ديروا غير الطون مباشره. راه ضفت حتى الطون. انا هنا كنزيد شويه ديال الربيع، تقريبا 2 معالق كبار، الزيتون مقطع رقيق، ملحه، ابزار، الهريسه، شويه ديال الثوم مجفف، فروماج غابي. يمكن لكم تعوضوه بالفروماج مثلثات اولا كيري. كنبدا كنمعكهم مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا المقادير كاملين. وذوقوا بطبيعه الحال. بالنسبه للملحه والهريسه راهم حسب الذوق. انا هنايا ذقت بان ليا مازال خاصهم شويه ديال الهريسه، زدت شويه، ديما على حساب الذوق، حساب عندكم وليدات صغار ولا لا. بالنسبه للورقه هي هذه اللي كنستعمل، وهذه هي اللي صدقت معايا. مولفه كنستعمل الاخرى المربعه ديال الشينوا، وكيتفرعوا ليا في المقله وكتبدا خارجه بطاطا بواحد الشكل، وكنصدق رايحه كلشي. ملي جربت هذه صدقات ليا، صدقات غزاله ممتازه، كنصحكم بها. علاش؟ شنو السر علاش هذه كتصدق؟ لان هذه الورقه الملصوقه ديال تونس راها كتكون فيها واحد التقيبات رقاقين الا لاحظتوها، يعني كتكون منفسه وكتجي زوينه صراحه. ملي جربتها وليت كنستعملها غير هي. كنقطعها هكا في النص وكنغطيها، ضروري تغطيوها حيت الورقه اي نوع ديال الورقه راه كينشف. كندير نص بحال هكا، كنحط الحشوه. هنا ما بانش لكم الطريقه، راه غادي نعاود معاكم. كنحط الحشوه وكنلوي عليها الطرف الاخر كيف ما شفتوا، وكنبدا نجمعها بسهوله. غادي نعاود معاكم. كنقطع الزوائد اللي كيبقاو. انا حيت غادي نقليهم ما سديتهمش بالفورس بالدقيق والماء. يمكن لكم نتوما ديروا شويه ديال الدقيق والماء بالنسبه للمبتدئات الا خفتوهم يعوجوا لكم. انا ما كنديرهمش. كناخذ هنايا وحده معاكم، كنحط النص ديال الورقه بحال هكا الحشوه، كنطوي عليها الطرف الاخر كيف ما شفتوا، وكنبدا نجمع فيها بكل سهوله. كيف ما كتشوفوا راه كتجي ساهله. انا دايره هكا شويه بالعرض البطيء باش اللي بالنسبه للمبتدئات. كاينين بنات اللي اول مره كيصاوبوهم، صافي كنحيد الزوائد وكنخليها بحال هكا. كيف قلت لك تقدري تسديهم بالخليط ديال الدقيق والماء. انا ما كنسدهمش لانهم غير كتحطهم في المقله كيتسوداو، يعني ما كيتحلوش. نعاود معكم هنا واحده اخرى. الحشوه دائما هكا على الطرف، وتلوي عليها الطرف الاخر وتبداي تجمعي. ساهله. هاد الورقه شويه اصعب من الاخرى في الصراحه، ديال الشينوا صعب منها شويه، ولكن راه النتيجه كتجي افضل بكثير. الا شفتوا شي قنيته بقات خاويه كتحاولوا بشويه تضغطوا عليها باش غير بشويه باش ما يتفرقعوش ليكم، باش يدوزوا الحشوه تدوز حتى الجناب. وكنجمعهم بهذه الطريقه دائما، والزوائد يتحيدوا وتنحطهم على ظهرهم. البلاصه اللي ما جمعتهاش كنحطهم عليها بحال هكا. هنا كنكون كملت الكميه، راه حاطاهم على الوجه اللي ما جمعتوش الوجه اللي بقى محلول. كيف ما كتشوفوا هنايا كناخذ مقيله كندير فيها الزيت، كنسخنها. الزيت ما تكونش سخونه بزاف، غير تبدا تكون سخونه ولكن العافيه متوسطه باش ما تحرقش لينا الورقه دغيا كطيب. كيف شفتوا راه كنحطها على الوجه اللي ما سديتوش، غير كنحطها. كنحاول نحطها بطريقه مزيانه باش دغيا يتسدوا. الا كنتي مازال مبتدئه سديهم بالدقيق والفورس باش ما تطيحيش في هذا المشكل وتخدمي باريحيه. انا كنحطهم مباشره. كيف شفتوا راه كيتسوداو مباشره وكيتجمعوا، والعافيه دائما متوسطه باش يطيبوا على المهل وياخذوا لون ذهبي بحال هكا، ما يتحرقوش لينا حيت هي دغيا كطيب، راه ورقه رقيقه.
وانا بصراحه عجبتني هذه في القلي اكثر، كتجي لذيذه وزوينه. بالنسبه للبنات اللي في اوروبا ولا ماشي في المغرب، راه هذه هي الورقه الافضل بالنسبه لهاد الحشوه ديال البطاطا والطون. كتجي حتى مقرمشه بزاف وكتجي رقيقه، ما كتجيش معجنه، وكتكون هذه هي النتيجه. كيجيو لذاذين صراحه وكيبقاو مقرمشين. يمكن لكم دهنوهم بالزيت وطيبوهم في فران، ولكن الصراحه انا عجبتني، جربتهم بجوج وعجبتني النتيجه، وهما مقليين جاو افضل وجاو ألذ بكثير، وحتى الشكل ديالهم جا كيف ما كتشوفوا، جاو لون ذهبي كيشهي. جربوهم ان شاء الله تعجبكم، وتكون فكره ديال الورقات الملصوقه تكون فاتكم.